المغرب وإفريقيا جذور جغرافية وتاريخية وثقافية ضاربة في العراقة. وفي إطار الاحتفاء بعيد العرش المجيد في ذكراه 24 كان موضوع السياسة الإفريقية للعهد الجديد رؤية ملك ومرجعية إقليمية للتعاون جنوب جنوب، إطارا شاملا لندوة وطنية نظمها المركز الإفريقي للأبحاث والدراسات بالتعاون مع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية. هو الهدف كما قلت هو الاطلاع بمهمة الترافع الأكاديمي والترافع المدني لإبراز نقاط الضوء ربما ونقاط القوة للدبلوماسية المغربية، وكذلك لنكون في إطار هذا التراكم البحثي والتراكم العلمي الذي يجب أن يطلع به الباحث المغربي. ما نلاحظه اليوم في ظل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة والتي تتمثل في التركيز على التنمية كرافعة لإفريقيا كصمام أمان للمجتمع الإفريقي بعدما أصابه مجموعة من الإشكالات. وناقشت الندوة السياسة الإفريقية للمملكة المغربية استنادا إلى الرؤية الملكية المتبصرة التي وطنت القارة الإفريقية في صلب اهتمام المملكة المغربية عبر مراحل دقيقة. المرحلة الأولى هي كانت علاقات ثنائية فيما سبق تعتمد على القرب التاريخي أنا أقول بين المغرب ودول إفريقية أخرى كالغابون السنغال إلى ما ذلك. المرحلة الثانية هي كانت علاقات ثنائية تعتمد على تقاسم التجارب في كل ما هو تقني في كل ما هو أمني إلى ما ذلك. المرحلة الثالثة هي المغرب أصبحت هناك شركات مغربية تلعب دورا مهما في الاستثمارات في إفريقيا. هذه الاستثمارات هي متعددة الأبعاد. المرحلة الرابعة أنا أقول هي مرحلة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، والمغرب هو واحد القوة ضاغطة ومؤثرة داخل الاتحاد الإفريقي. المغرب والرؤية الملكية تجاه البلدان الإفريقية. هناك الكثير مما يمكن أن يقال في هذا الموضوع. هناك مثلا الرؤية الملكية المبنية على سياسة التعاون مع دول إفريقيا في إطار الشراكات حول ما يرتبط بالأمن والاستقرار، والمغرب اتخذ أيضا مجموعة من القرارات في الجانب الاقتصادي والاجتماعي. وأكد المتدخلون أن السياسة المغربية تجاه إفريقيا في عهد الملك محمد السادس مستلهمة من رؤية استشرافية متبصرة قائمة على مبادئ الالتزام والتعاون والتضامن مع كل دول القارة الإفريقية، كما أن لهذه الدبلوماسية القارية أدوار في الترافع والدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى وبإنجازاتها ومكاسبها المحققة على مختلف الأصعدة.